بشراكة بين المركز الصحراوي للثقافة والفكر وتنسيقية ملحمة كديمزيك للحراك السلمي، نظمت فعاليات الملتقى الشبابي الأول بالعيون المحتلة بتاريخ 19 أبريل، والمنعقد تحت شعار الشباب الصحراوي والنضال الوطني، الواقع والانتظارات، حيث شهد حضور النضال وازن، بحيث استهلت هذه المحطة النضالية التاريخية بالقيام بجولة في رحاب المعرض الوثائقي الذي أسس الفضاء المحتضن للملتقى، إذ ضم المعرض العديد من الأروقة، الأول خاص بشهداء انتفاضة الاستقلال المباركة، والثاني خاص بالمعتقلين السياسيين الصحراويين على طول خارطة السجون المغربية، ثم الثالث ضم صور المختطفين الصحراويين إلى جانب جناح خاص بالرسوم الكاريكاتورية المعبرة عن معاناة الشعب الصحراوي في ظل الاحتلال المغربي. لتنطلق بعد ذلك أشغال الملتقى الشبابي الأول وفق البرنامج التالي: ندوة أولى بعنوان موقف الطلبة القاعديين من قضية الصحراء الغربية، والتي قدمها طالب من قدماء الاتحاد الوطني لطلبة المغرب فصيل الطلبة القاعديين، والتي تمحورت حول عرض تاريخي حول الصحراء الغربية إبان أواخر القرن الثامن عشر الميلادي، والتي أبرز من خلالها استقلالية الصحراء الغربية عن المغرب، وعن كون الروابط التي يتحدث عنها النظام المغربي ما هي إلا مجرد أكاذيب يبرر من خلالها احتلاله اللا شرعي للصحراء الغربية. لينتقل بعد ذلك إلى استعراض موقف الماركسيين اللينيين المغاربة من قضية الصحراء الغربية، ممثلين في حركة الأمام وحركة 23 مارس، هذين التنظيمين اللذان عبر انسجاما مع قناعتهم الفكرية عن مواقف تاريخية تجاه قضية الشعب الصحراوي، رغم حملات الانتقام الشديدة التي قادها آنذاك ضدهم ملك المغرب الحسن الثاني، انتهت بزج المئات منهم في غياهب السجون والمعتقلات السرية، مما أدى بالبعض منهم إلى الاستشهاد على إثر إضرابات مفتوحة عن الطعام، تجسيدا منهم للمواقف الثابتة من حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير ومناهضتهم للنظام الملكي. ليعرج بعد ذلك نحو مواقف الطلبة القاعديين من قضية الصحراء الغربية في إطار علاقتهم التاريخية مع الطلبة الصحراويين بالمواقع الجامعية، مستعرضا تجربة الموقع الجامعي مراكش خلال فترة أواخر تسعينيات القرن الماضي. بعدها مباشرة رابط المنظمين الخط مع السيد الزين سيد أحمد الأمين العام لاتحاد شبيبة الساقي الحمراء والذهب، الذي ثمن هذه المبادرة التاريخية معتبرا إياها محطة أساسية في إطار مشروع التحرر الوطني. لينقل بعدها الاتصال بفلسطين المغتصبة من خلال مداخلة هاتفية من طرف الإعلام الفلسطيني أحمد يوسف، وهو من ضمن الأسرى المحررين، والذي قضى حوالي 13 سنة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، الذي أعرب عن تضامنه المطلق واللا مشروط مع نضال الشعب الصحراوي. بعدها مباشرة ربطت اللجنة التنظيمية للملتقى الشبابي الأول الاتصال مجددا بفلسطين، وهذه المرة مع المحامي محمد ماضي الملقب بأبو تغرد، وهو قيادي سابق بالجناح الطلابي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الذي أعرب هو الآخر عن تضامنه المبدئي مع كفاح الشعب الصحراوي. ندوة ثانية نشطها الطالب والكاتب الصحراوي المحجوب الباد حول موضوع دور الشباب الصحراوي في الحراك الجماهيري، والتي استعرض خلالها مسيرة كفاح الشعب الصحراوي، مبرزا الدور الريادي للشباب الصحراوي طيلة هذه المسيرة الحافلة بالعطاء الوطني، مستحضرا الظروف الراهنة التي تمر منها قضية الشعب الصحراوي، مشددا على ضرورة استنهاض دور الحركة الشبابية الصحراوية كأداة ضرورية لبلورة الفعل الوطني الصحراوي. أخيرا تم عرض شريط وثائقي من إعداد محمد ددي حول موضوع الشباب الصحراوي والمقاومة السلمية، ضمنه استطلاع للرأي حول نسبة مشاركة الشباب الصحراوي في المظاهرات السلمية المطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. هذا ولقد عرفت جميع فقرات الملتقى الشبابي الأول نقاش مستفيض شارك فيه كوكب من المناضلين والنشطاء الحقوقيين، مساهمة منهم في دعم التجربة بأفكارهم ومقترحاتهم البناءة. كما سجل جميع المشاركين تضامنهم المطلق واللا مشروط مع ضحايا التدخلات القمعية الأخيرة ضد الجماهير الصحراوية، سيما مع المواطن الصحراوي حماد الناصري الذي تعرض لكسر على مستوى الأنف. كما سجل المشاركين تضامنهم مع ضحايا التدخل الأمني العنيف ضد المحتجين المشاركين ضمن الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها الشبكة المغربية للتضامن مع الشعوب بالعاصمة المغربية الرباط. إذن الشباب الصحراوي والنضال الوطني بين الواقع والانتظارات، هذا هو شعار الملتقى الشبابي الصحراوي الأول، الذي شكل نجاحه اليوم محطة مفصلية في الدفع بالفعل النضالي الثوري الشبابي الصحراوي الواعي والمؤطر، الهادف إلى الدفع بالحراك السلمي بالمناطق المحتلة إلى الأمام. محمود الحيسن، العيون المحتلة.